يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نكمل الجزء الثاني من شرح للعناصر المسموح تناولها أو المضافات المسموح تناولها ضمن المنتجات الغذائية. بسم الله نبدأ. هلأ في ملاحظة كتير مهمة كتير. نحن رتبنا جدولين. الجدول الأول رتبناه على أي أساس؟ على أساس الأرقام تصاعديا من رقم 100 هيك لنوصل للنهاية للحوالي 900 وشوي، 949. هلا هذا بيساعدنا بحيث انه انت لما انت هدول تخزنهم عندك بالجوال وبدك تشوف لك رقم ما، فانت بيساعدك كتير هالشيء انك دغري مثلا عندك اذا الرقم طلع معك مثلا 155 فورا حسب التسلسل ما حتضيع كتير، حتلاقي الاي 155 حتلاقي انه هذا العنصر بدون ما تعذب حالك كتير. ترجع على اللون تبعه، اللون بني. ملاحظة 2 في موضوع الكحول، فكل واحد حسب شو توجه بالاخير بالكحول. مثلا طبعا مو نسبة كحول كتير ضئيلة كتير هي كمذيب مثل ما حكيت، يعني ما لها التأثير الكبير. طيب هلا في احيانا في شيء خطأ كان عم يصير وكتير عم يحكوا على الفيسبوك وعم يحكوا بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كلياتها، كانوا عم يحكوا انه في بعض الرموز اذا شفتها وانت مغمض وما بعرف شو اعتبر هاي المواد دهن خنزير ودهن ما بعرف مين وكذا، وبيناتهم الاي 471 بدون حتى ما يفصلوا انه اذا كان اصله نباتي او اصله حيواني، دغري اي 471 اعتبره هذا من دهن الخنزير. طبعا هذا الشيء خطأ، وكمان بنحاول نفصل بهالجدول بعدين انه نسبة خطأ او شيء. على كل حال، بس الغلط اللي وقعوا فيه اكثر واكثر انه هن حطوا جدول للارقام، بس احيانا هن ما بيحطوا بالمكونات الغذائية، ما بيحطوا العنصر كرقم، احيانا بيحطوه باسمه. وهذا الشيء شفناه كثير نحن مثل ما حكينا بموضوع المونوديليغليسيدي مثلا، هذا كثير شفناه انه يكون موجود باسمه مكتوب. هذا هو احيانا بتجي بتلاقيه بهالاسم بالرمز مثلا اي 471، واحيانا بتلاقيه باسمه مونو اون ديليغليسيدي. طيب يعني هلا مثلا نحن لو شفناه اي 471 حسب زعمهم هن اللي بالجدول اللي حاطينه، اللي ما عرفنا اصله، هذا الدكتور بيقول عنه باكستاني او هندي ما بعرف شو، طبعا هو ما عرفنا من يعني لا عرفنا له اصل ولا عرفنا له شيء. طيب اذا شفناه على اي 471 نعتبره حرام، واذا مسكنا هيك شفنا وما شفنا ولا رمز وناكل نحن مبسوطين اذا كان مكتوب بهالشكل مونو اون ديليغليسيدي؟ لا طبعا. مشان هيك نحن شو عملنا هلا شيء جديد ان شاء الله، جدول بالعناصر حسب ترتيب الابجدي الالماني، او خلينا نقول حسب ترتيب الابجديه اللاتينيه، بس نحن اخذنا بالحسبان ترتيب الابجديه للعناصر حسب اسمها العلمي الالماني وليس الانجليزي. يعني مثلا هو ممكن تلاقي هون في ترتيب، في تناسق بالترتيب او شيء، تجي لهون بتلاقي حرف الام ترتيب مو مزبوط، بعدين اس بعدين بعدين كي بعدين بعدين. نحن لا ما رتبناهم، نحن رتبناهم بالالماني، رتبناها بالالماني. طبعا هون رح يختلف الارقام والرموز، رح تختلف ترتيبها لانه ما عاد نحن عم نرتبهم على اساس الابجديه، بحيث لو لقيت رمز بده يكون عندك الجدول الاولاني اللي هلا من شوي فتحناه، هذا مرتب ابجديا، اسف هذا مرتب حسب الارقام. ولو لقيت اسم مكون مو مكتوب بالرموز لازم تدور هون كمان، يعني ما حتكون صعبة كتير عليك، يعني يعتبر مثل قاموس للمواد هي. طبعا مو قاموس بمعنى قاموس، بس يعني مرتبين حسب الأحرف. يعني أنت لما تشوف أول ما تبلش بسي مثلا، أو خلينا نقول شوف مرتبة مثلا ب دي، بتلاقي هون تجي بتدور على 4 أو 5 عناصر بتلاقي شيء منهم من هدول مثلا. هلا لو فرضنا نحن ما لقينا شيء، ما لقينا ابدا اي عنصر، يعني رقم مثلا، خلينا نقول دورنا على رقم، خلينا نرجع للتسلسلي، من الاول. على فرض 101 على فرض، او خلينا نقول 107 لل 110، في عندك 108 109
طيب هدول شو حكمهم؟ هدول في لهم 3 حالات عندنا باعتبار نحن ما ذكرناهم. ال 109 ال 108 109 في أول احتمال إنه يكونوا مشبوهين، يعني إنه في واحدة من ال3 لجان اللي قارنا منهم أو ال3 هيئات اللي قارنا منهم واحد منهم حكم عنه مشبوه. تمام؟ طبعا ما كان مستخدم المذيب أو إنه مستخدم، يعني ممكن مشبوه لأنه عم يستخدم عظام أو عم يستخدم شيء هيك كذا مثلا. هذا احتمال. احتمال الثاني ممكن ما يكون عم يستخدم، مشان هيك انه مشبوه. احتمال الثاني ممكن يكون حرام، مثلا مثل الاي 120 مثلا مو موجود هون، ما حتلاقي 120، الاي 120 مفقود. واحتمال الثالث الاخير انه بعض الرموز اللي صنفتها او تابعه للاتحاد الاوروبي، هاي الرموز في بعضها بيعمل ممكن مضاعفات عكسية أو شيء شافتها بعض الدول. مثلا ألمانيا شافت أنه في بعض العناصر اللي اعتمدتها اللجنة تبع الاتحاد الأوروبي، شافت أنه هاي ما أنا مناسبة، ممكن تعمل حساسية، ممكن تعمل شيء، فهي شالتها من جدول أو جدول العناصر اللي تعتبرها هي سليمة مثلا. فمشان هيك كمان نحن سحبناها. هذا كل شيء هلا اليوم إن شاء الله، وممكن نستفيد أكثر بالشرح. يعني نحن متخيلين ممكن ناخذ شوية عناصر نقرأ، يعني نتعلم كيفية قراءة الرموز تبع العناصر. إذا تعلمنا هاي الشغلة يعني بتكون ساعدتنا كتير، إنه كيف مثلا نمسك الرموز، كيف نرجع فيها من خلال هذا الجدول، كيف نقرأ العناصر من هذا الجدول. طبعا ما حتكون كل العناصر يعني، في بس أغلب العناصر اللي مو معروفة أو شيء حنلاقيها إن شاء الله هون، من خلالها نقرأ جداولها إن شاء الله. هذا كل شيء كان عندنا اليوم. أتمنى تكونوا استفدتوا من شرح الجزء الأول والجزء الثاني للمضافات المسموح بتناولها ضمن المنتجات الغذائية. لا تنسوا الاشتراك بالمجموعة والقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.